بعض الناس حتى إلا عملتيهم بالإحسان والثقة كيغلبهم طبعهم الحقيقي في الأخير، وهذا الشيء بالضبط هو اللي غتسمعوا اليوم في قصة العقرب والضفدع. في واحد النهار كان عقرب واقف واحد واد كبير، الماء جاري بقوة والبرد قارس، وهو كيدور بعينيه حاير حيت ما عندوش كيفاش يدوز للجهة الأخرى. وفجأة شاف ضفدع كيعوم مرتاح وسط الماء، كيطلع ويهبط مع الموج. ناداه العقرب بصوت فيه ضعف وقال: ضفدع، واش تعاوني؟ هزني فوق ظهرك حتى نقطع الواد. الضفدع رجع اللور وقال بخوف: لا لا، انت عقرب، إلا قربتك ليا غادي تلسعني. العقرب تنهد وقال بهدوء: فكر فيها شوية، إلا لسعتك وسط الماء حتى أنا غادي نغرق، واش أنا أحمق؟ الضفدع بقى ساكت كيتأمل كلامه، والعقرب زاد قال: أنا غير بغيت نعيش بحالك، ساعدني، ومن بعد كل واحد يشد طريقه. الضفدع حس بالشفقة عليه وقال في خاطره: يمكن ظلمته، يمكن ماشي كل عقرب شرير. وفي الأخير وافق. طلع العقرب فوق ظهر الضفدع، وبدا الضفدع كيعوم وسط الواد. الماء كان عميق والتيار قوي، لكن الضفدع كان كيدير كل جهده باش يوصلهم سالمين. أما العقرب فكان ساكت طول الطريق، لا هضر لا تحرك. وشوية بشوية بدا البر يبان قدامهم. الضفدع فرح وقال بابتسامة: ها احنا وصلنا بسلام. وفاش طلعوا تقريبا لليابسة، وفجأة العقرب غرس الشوكة ديالو في ظهر الضفدع ولسعه لسعة قاتلة. الضفدع طاح كيتلوى من السم وعينيه عامرين صدمة، وقال بصوت مقطوع: علاش؟ احنا وصلنا، كنت نقدر نجي راسي ونجيك. العقرب شاف فيه برود وقال: عارف، ولكن هذه هي طبيعتي. وبقى الضفدع كيتألم حتى مات. أما العقرب فمشى وكأنه والو موقع.